عيد تجلي الرب يسوع. الفكرة الطقسية: التجلي أي الكشف عن هوية يسوع يشكل نقطة تحول في رسالته. إنه المسيح ابن الله الحي، مجده هو مجد الآب، نفس النصيب ينتظر تلاميذه إنهم ساروا على خطاه. آمين. نقدس قداس مار الديوماري للأعياد، صحيفة 3. المجد لله وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر الآن وإلى الأبد. آمين. قونا يا ربنا وإلهنا نحن الضعفاء بحنانك، لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها، برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل، الآن وإلى الأبد. آمين. ودي الأخبعي تربت هللويا. ووعمي ساقي زمر لا هللويا. هللويا هللويا هللويا. صلي اشتما عندما يفوح يا ربنا وإلهنا عطر محبتك الزكي فينا، وتستنير نفوسنا بمعرفة حقيقتك، نصير آلا لاستقبال تجلي ابنك الحبيب من السماء، فنرفع إليك الشكر والتسبيح في كنيستك المكللة الممتلئة من فيض نعمك وخيراتك، فأنت الرب وخالق الكل الآن وإلى الأبد.
صلي سلام عما تمار الشاري رايث من أخمانة بغرين التبرقة وتنوشاثا ومنطرنا مينة حيي الأخبار حياوينا أودين اسكد شبع كل عدا ما ادخل العلبين آمين أريم قلخ شبح كل عم لا لا حيا من عالم وذم العالم آمين وآمين صلي سلام عما نتضرع إليك أيها القدوس المجيد أيها القوي الذي لا يموت يا من يسر بالسكنى في القديسين التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين ربنا وإلهنا أنر عقولنا لننصت إلى كلماتك الإلهية المحية وهب لنا بنعمتك أن نجني من المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين نستمع إلى كلمة الله تعلن لنا من خلال 3 قراءات. الأولى من سفر أعمال الرسل تروي خبر انتخاب ماتياس خلفاً ليهوذا كونه صحب يسوع منذ البداية وشهد لقيامته. الثانية من الرسالة إلى العبرانيين تؤكد على أهمية سماع كلمة الله المتجلية في يسوع. الثالثة من إنجيل متى تحكي خبر تجلي يسوع أمام فريق صغير من تلاميذه المقربين. اجلسوا وانصتوا إلى قراءة من سفر أعمال الرسل. بارك معك. هناك رجال صحبونا طول المدة التي أقام فيها الرب يسوع معنا مذ أن عمد يوحنا إلى يوم رفع عنا، فيجب إذ أن يكون واحداً منهم شاهداً معنا على قيامته. فعرضوا 2 منهم هما يوسف الذي يدعى برسابا ويلقب يسطس ومتيا، ثم صلوا فقالوا: أنت أيها الرب العليم بقلوب الناس أجمعين، بين من اخترت من هذين 2 ليقوم بخدمة الرسالة مقام يهوذا الذي تولى عنها ليذهب إلى موضعه. ثم اقترعوا فوقعت القرعة على متيا فضم إلى الرسل 11. هذا كلام الرب.
قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. بارخ ما إنكم لم تقتربوا من شيء ملموس، نار مستعرة وعتمة وظلام وإعصار، ونفخ في البوق وصوت كلام طلب سامعوه ألا يزايدوا منه لفظة، لأنهم لم يطيقوا تحمل هذا الأمر. حتى الوحش لو مس الجبل فليرجم. كان المنظر رهيبا حتى إن موسى قال: أنا مرعوب مرتعد، أما أنتم فقد اقتربتم من جبل صهيون ومدينة الله الحي أورشليم السماوية، ومن ربوات الملائكة في حفلة عيد، من جماعة الأبكار المكتوبة أسماءهم في السماوات، من إله ديان للخلق أجمعين، ومن أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط عهد جديد، من دم يرش كلامه أبلغ من كلام دم هابيل. فاحذروا إن تعرضوا عن سماع ذاك الذي يكلمكم، فإذا كان الذين أعرضوا عن الذين أنذرهم في الأرض لم يفلتوا من العقاب، فكم بالأحرى لا نفلت نحن إذن تولينا عن الذين يكلمون من السماء. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقف باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. قديشات مراني شمشيقا كرزوثا متى وبعد 6 أيام مضى يسوع ببطرس ويعقوب وأخيه يوحنا، فانفرد بهم على جبل عال، وتجلى بمرأى منهم، فأشع وجهه كالشمس، وتلالأت ثيابه كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ترأيا لهم يكلمانه. فخاطب بطرس يسوع قال: يا رب،
حسن أن نكون هاهنا، فإن شئت نصبت هاهنا 3 خيم، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وبينما هو يتكلم إذا غمام نير قد ظل لهم، وإذا صوت من الغمام يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت، له اسمعوا. فلما سمع التلاميذ ذلك سقطوا على وجوههم، وقد استولى عليهم خوف شديد. فدنا يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا لا تخافوا. فرفعوا أنظارهم فلم يروا إلا يسوع وحده شوخا لا لها أمينين. بهذا القداس نصلي من أجل السلام ببلدنا وبالمنطقة. واليوم هو الذكرى 11 لتهجير المسيحيين من الموصل وبلدات سهل نينوى. المأساة يعني أثرت جدا على المجتمع المسيحي اللي عانى كثير، وصراحة هو كسر ظهر المسيحيين، لأنه يعني بحدود 1,000,000 مسيحي هاجر بسبب هالأوضاع والعدم الاستقرار، و3 سنين من العيش في خارج مدنهم وبلداتهم، وما حدا اهتم بهم إلا الكنيسة. هي وقفت إلى جانبهم في الإسكان والإطعام، وأيضا مواصلة أولادهم دراستهم بالمدارس، وأيضا حتى بالجامعة. نحن وقفنا معاهم وهذا واجبنا، بالرغم أن الناس ما دائما يشكرون، على طول ينتقدون. يعني لو ما الكنيسة كان حال غزة. ونحن إلى اليوم نعاني من الهجمة الشرسة، وأيضا من وجود فصائل مسلحة بالمنطقة، وهي تعمل ابتزاز ومضايقات وتأخذ أتاوات، وهي سيطرت على كل مقدرات المسيحيين. هذا الشيء نحن نرفضه، وإن شاء الله ما يدوم. الظلم ما يدوم، ومال الحرام ما يدوم. أتمنى أن الحكومة أيضا تحس على هالظلم الكبير اللي أصاب المسيحيين بشكل خاص، أيضا الأقليات اليزيدية، وبعده من التهميش والإقصاء يعني، وتتخذ إجراءات أيضا لإنصاف المسيحيين وحماية وجودهم وحدودهم وحقوقهم. الدولة هي تحتضن الكل، وهي تحافظ على الكل وتحقق العدالة للكل، ما لي فيها معينة. وأنا اليوم أيضا عملت رسالة مصورة بالمناسبة، ممكن أن تطلعون عليها على موقعنا أو بالشرقية الساعة 11 يعني.
نصلي من أجل المرحومين يعقوب يوحنا عيسى جمال فتوحي مراد نائل نوري السحار، وواحد منهم هو أخو ست فرح اللي هي بالجوقة. يعني هم نذكر بصلاتنا أختنا حياة اللي كانت يعني بلبنان كي تتعالج. هذا اليوم هو عيد التجلي، تجلي يسوع، وكان هذا عيد كبير. اليوم يعني يصادف أيام الأسبوع لأيام العمل وهالظروف والحار أكيد والعطل، فولهذا العدد بالكنيسة هو ما مقتضي يعني. بس هذا العيد هو مهم كثير، بعد ما يسوع أعلن أنه هو راح يتألم ويموت عدة مرات، وصار نوع من الارتباك عند التلاميذ، فراد يرسخ هيك ثقتهم وإيمانهم بينه. فكان هذا المشهد على جبل طابور مشهد ممجد، يسوع يتمجد بجسده بثيابه في ضمن سحابة، طريقة رمزية أكيد، وأيضا معه موسى وإيليا. يعني موسى هو كل العهد القديم اللي هو قاد أيضا العبرانيين ضمن عملية تحرير إلى كنعان، وإيليا هو النبي اللي يعود، يعني النبي العائد. ومعانه 3 تلاميذ أيضا في دور التنشئة، يعني بطرس ويوحنا وأخوه يعقوب. يعني دائما أكو ناس حتى بالكنيسة حتى بالعائلة أكو ناس أكثر مقربين من الآخرين. يعني ما أنتم عندكم أولاد كلهم تحبوهم أكيد، بس أكو تحبوهم كثير أكثر، يعني تتفاعلون معهم. يسوع شوفوا يسوع أيضا يعني كثير هيك يعني ما كثير يميز، بس أيضا يقيم. فهذول 3 مختارين بهالشكل. وشوفوا أيضا اختار بيت، يعني عائلة مختارة هي مرتا ومريم ولعازر يعني. بس هو راح عند عدة عوائل، راح عند زكا وراح عند آخرين عند الفريسي، بس العائلة تختلف عن العوائل الأخرى يعني. أكيد أنتم هم عندكم أصدقاء وعوائل صديقة وهيك وكثير قريبين من بعضكم بعض. هدف يسوع أنه بهالمشهد مال التجلي أنه يرفعنا نحن من هالأسفل من إنسانيتنا التعبانة إلى شيء أرقى وأسمى، يعني حتى ينطينا الرجاء. ونحن اليوم في سنة الرجاء، هو يقول أنتم من الأسفل وأنا هيك من علو. بس التركيز هو على صوت الله الآب بهالمشهد، مثل ما مشهد المعمودية، هذا هو ابني الحبيب له اسمعونه. إذا تريدون تعيشون زين، تعيشون بسلام ومحبة وتعيشون بضمير حي، اسمعوا يسوع واعملوا بكلمته. هذا هو تعليم يعني. التجلي هو لحظة حاسمة في تطور الوعي عند التلاميذ برسالة يسوع يعني، وبشخص شخص يسوع. أيضا هو تمهيد لتعليمه يكون من بعدين من الناصرة وكفرناحوم وأورشليم، بعدين الآلام، وبالنهاية القيامة يعني. والإرسال يرسل التلاميذ للتبشير، في كل واحد منا هو مرسل. وشوف المصير التلاميذ 3 يعني. بطرس هيك بشكل تلقائي عفوي انبهر أمام هذا المجد ويريد يبقى هذا المجد يعني، أو هالعلاقة. يقول له نحن ننصب 3 خيام، وحدة إلك يعني يسوع والإيليا وموسى، وحدة الإيليا يعني.
حتى يدوم، يريد الدهشة الإعجاب تدوم، يعني الحالة تدوم. لكن تفكير يسوع هو غير شيء. بالنهاية بطرس أيضا يتبع يسوع ويستشهد بروما. يعني يعقوب أم يموت شهيد، وكأنه هو الذبيحة المذبوحة على غرار يسوع. يوحنا عاش طويل، يعني تقريبا 100 سنة يقولون يوحنا. ويوحنا إنجيله يختلف عن الأناجيل الثلاثة الأخر اللي هي سردية، يعني تاريخية. يوحنا هيك تحلق بالروح، بالفكر، باللاهوت. والتقليد المسيحي يسمينه برمز، يقول هو النسر، يتحلق يعني هيك. كل واحد منا لازم يشوف نفسه بقيمة واحد هون. هذا التجلي، نحن شنو موقفنا، شنو إيماننا، شنو مسيرتنا بالنهاية، نحن منه ومع منه، وشلون بدنا نعيش يعني. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ونصلي بثقة قائلين: استجب يا رب. استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. يا رب، من أجل أن نكون حارين في إيماننا ومتحمسين في عطائنا وخدمتنا، فننير درب الرب أمام إخوتنا، نسألك: استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. يا رب، من أجل أن تقوى الشركة والألفة بين الجماعات المسيحية وتبنى على دعوتهم الواحدة، نسألك: استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. يا رب، من أجل أن يسعى قادة العالم أجمع إلى تحقيق العدالة والمساواة والسلام في كل أرجاء المعمورة، نسألك: استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. وبحسب وصيته توضع هذه الأسرار المجيدة على المذبح الغافر، وتعد حتى ظهور ربنا ثانية من السماء. لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا معونة وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شو حلاوة ولورا والروح القدس على المذبح خشاني ودخرانا دو ثلتا مريم ام داناها
ذخرا مريوما عالمذبح قدشا عم كان دنصاح سادد تكلم لنعلن إيماننا نؤمن بإله إله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين. اذكروا في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا وجميع الرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين في العالم أجمع ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارخ مار. أحمدك يا رب على نعمك الغزيرة إذ أهلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخاطئين أن نحتفل بسر جسد المسيح ودمه. إننا نسألك متضرعين أن تعظنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن إلى الأبد آمين. وعم روحا أحايها واشلام حاذ الحاذ حب دمشيحا
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك الممجد. رب القربان لله ربكم. يليق ويحق السلام معنا. يستحق اسم الثالوث الأقدس المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق. أيها الآب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه، والمفيض نعمة عظيمة على المائتين مع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك، وربوات الملائكة ومواكب الروحانيين خدام النور والروح، والكاروبيم والساروفيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد هاتفين. قدوس قدوس الله الجبار القوي الإله صباح. السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم، من مجدك العظيم. هوشعنا هوشعنا في العلا، مبارك الآتي باسم الرب. هوشعنا هوشعنا في العلا، مبارك الآتي باسم الرب. ومع هذه القوات السماوية نحمدك يا رب ونبارك كلمتك المتجسد، فهو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، وهو لم يعد مساواته لك غنيمة، بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا، وسلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في الليلة التي أسلم فيها للموت أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت يا الله أباه ضابط الكل، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرا وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري نؤمن ونعترف
كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن خدامك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي به أغدقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بإلوهيتك، وعبدت ضعفنا، وغفرت خطايانا، وأنرت عقلنا، ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم السلام معنا. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية، وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل عافية آبائنا القديسين مار ليو الرابع عشر بابا روما، مار لويس الجاثاليق البطريرك، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب، اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبله يا ربنا لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا المنتظرين رحمتك. استجب صلاتنا واغفر خطايانا وامحو آثامنا. اقبله يا رب من أجل وطننا العراق وسكانه، وبغداد مدينتنا الحبيبة وأهلها. صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، وابعد عنهم الخوف والعنف، وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح، سلام السماويين وأمان البشر، وطد الأمن والسلام على الأرض كلها، وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب واهد الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف، فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاوة والتقوى. ونحن وأيضا يا رب قدامك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، اقبلنا بالتواتر الرسولي عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس والمحيي والإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. يا روح الله هلم إلينا وحل فينا لنغدو لله أبينا. يا روح الله غرس حياتنا، نقي أفكارنا، واسكب المواهب فينا. ليأتي يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه، غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا، ورجاء عظيما للقيام من بين الأموات، وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوا، وبأفواه منطلقة ووجوه مشرقة. نحمدك على تدبيرك العظيم، ونمجدك دوما في بيعتك المفتدات بدم مسيحك الكريم. طيبنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي، واغسلنا به من الخطيئة أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا ويسر برجوعنا. اغفر لنا خطايانا وذنوبنا
التي نعرفها والتي لا نعرفها بنعمتك ورحمتك. تقربنا ربنا إلهنا رحمتك إلى هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية نحن غير مستحقين. حقا نحن غير مستحقين. نقترب يا رب، نحن مؤمنون باسمك الحق إلى هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك، نرسم برحمتك جسد ربنا يسوع المسيح، نسمه بدمه الكريم، باسم الآب والابن والروح القدس الآن إلى الأبد. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي، باسم الآب الابن والروح القدس الآن إلى الأبد. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر، باسم الآب الابن الروح القدس الآن إلى الأبد. لقد أفرزت هذه الأسرار المجيدة وتقدست واكتملت وامتزجت واتحدت، باسم الآب والابن والروح القدس، مغفرة لخطايانا ورجاء عظيما للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي ها هنا وفي كل مكان الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معنا.
مع الرسل أنه نطلب أنه دائما المسيح يكون معنا، أنه العلاقة تدوم. هاي تدوم من خلال صلاتنا. خلينا ننشد مع بعضنا البعض صلاة اللي يسوع علمنا. سبحان الله في السماء ليتقدس اسمه